انا كنت منفصله بقالي سنه، محدش كان يعرف، يعني مش عايزه شوشره، مش عايزه كلام، قاعده بربي في ولادي، بشتغل خلاص، يعني ليه هقول، فاهمه قصدي؟ محمد ده ابو عيالي وراجل محترم جدا. انا اعرف محمد وانا عندي 18 سنه، قعدنا متجوزين 17 سنه، واعرفه وانا عندي 18 سنه. طبعا وانا عندي 18 سنه كنت لسه عامله الفوازير بعد الاعلانات. فمحمد جالي كلمني قال لي انا عايزك تعملي اعلان للمنتج بتاعنا. قلت له انا بطلت اعمل اعلانات خلاص، لان انا لما ابتديت امثل قلت خلاص مش هعمل اعلانات تاني، خلاص بقى. قلت له اوكي. فجينا مضينا العقد وبتاع مش عارف ايه، لغايه بقى ما هو قال لي عايزين نتجوز. فانا قلت له لا مش هتجوز، انا صغيره. وبعدين عدى جت وانا بعديها السنه بعديها برضو الجواز، قلت له مش هينفع. قعد كده 3 سنين ونص لغايه ما خلاص تمام ما اتجوزنا. يعني العلاقه بيني وبينه مش علاقه 2 متجوزين وانتهت العلاقه، العلاقه بيني وبينه اكبر من كده بكتير. الناس فاكره ان انا وهو في بينا تقطيع والكلام ده، على فكره احنا علاقتنا زي الفل، علاقتنا زي الفل. الراجل بيكلمني وبيسال عليه وانا بكلمه ونسال عليه، وده احنا عايزه اقول لك الناس كلها فاكره ان احنا متخانقين وبتاع. عايزه اقول لك مثلا ابني تعب وانا كنت بصور في اخر نفس واخر مستشفى، شفت انا وقعدنا نهرج، الناس بقى يبصوا مش مصدقين. وبعدين انا ما ينفعش واحد عشت معاه 17 سنه اطلع اجرح فيه ولا يجرح. لا لا، الراجل ده انا بحترمه وهو بيحترمني، والراجل ده على راسي. انا وهو نجحنا مع بعض، وشي كان حلو عليه وشه كان حلو عليا. كان في بينا ازمات، كان في بينا مستشفيات وعيا واولاد وحياه. لا لا، يعني الناس فاكره اللي هو ايه، زي اي 2 اتجوزوا واتطلقوا منهم مشاكل وخلاص وبتاع خالص. زي في ايام كانت بتمر وحشه، في ايام كانت حلوه. بعدين ده في الاخر ابو عيالي، لما انا اطلع اجرح فيه وانا بنتي وابني دول لما يكبروا ويجي يتفرجوا مع الحاجات دي اللي احنا المقابله دي هتقعد قدام، هتفضل في اليوتيوب، يجوا بعد كده هم يزعلوا ليه اعمل انا كده. بعدين انا ما ينفعش واحد عشت معاه 17 سنه اطلع اجرح فيه ولا يجرح. لا